السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. ان شاء الله النهاردة الروتين بتاعنا كده روتين مختلف. ان شاء الله كده هننضف مع بعض المطبخ بإذن الله. وهنعمل احلى مخلل ممكن تعمليه وتاكليه بعد يومين او 3 ايام بالظبط. وان شاء الله كده هنعمل غدا كده سهل وسريع كده مع بعض. لو اول مره طبعا بتشوفي قناتي دي، قناه عيشها ببساطه مع اسماء سعد. يا ريت كده تشرفيني وتفعلي كده الجرس طبعا عشان يوصلك كل جديد بننزله ان شاء الله. وبحب ارحب بكل حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني، وبقول لهم طبعا وجودكم كالعاده على راسي من فوق. طبعا نبدأ بقى كده الفيديو بتاعنا. عايزة اقول لكم ان الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو يعني كله حماس. لو وصلت طبعا لعندي هنا كده من الفيديو ما تنسنيش طبعا باللايك الجميل بتاعكم. وقولوا لي طبعا رأيكم كده الحلو في التعليقات، ويا ريت مشاهدة كاملة يا حبايب قلبي لو سمحتوا. ده الليمون بتاعنا اللي احنا كنا شاريينه في المشتريات اللي فاتت، لو فاكرين الفيديو. لو ما شفتش طبعا الفيديو، يا ريت طبعا تدخلي كده وتشوفيه. في اليوم ده انا غسلت الليمون كويس وحطيته. طبعا انا اديته سلقة كاملة، يعني انا سلقته ما ادتلوش غلوة وخلاص، لا انا سلقته سليق كامل. وطبعا كنت سلقاه من بالليل عشان يصبح يعني او الصبح طبعا اعمله يبقى طبعا بارد، او يبقى ساقع ما يبقاش سخن. هنا انا عايزه اقول لكم ان انا ما غيرتش الميه عليه. انا عملته قبل كده بالميه بتاعه السليق دي، على فكره ما بتبقاش مره ولا حاجه. ظبطي بس الملح بتاعه وهو هيبقى كويس معاكي، مش هيبقى ممرر ولا اي حاجه. انا عشان عملته المره اللي فاتت بالطريقه دي فعجبتني، قلت ان انا اعملها معاكم. المره اللي فاتت انا كنت حاطه ميه السليق دي وما مررتش ولا اي حاجه. المره دي انا غليت ميه وبردتها، وهزود من ميه السليق دي. انا هنا كنت جبت ربع كيلو من الشطه الخضرا دي، واحط عليها معلقه كده كبيره من هريسه الشطه مع الثوم. هتديله نكهة وهتديله طعم جميل جدا. طبعا ده لتر كده من المية، انا حطيت فيه بالظبط حوالي عن كيس صغير كده من الملح على ال2 كيلو من الليمون. عايزة اقول لكم ان الملح بتاع الليمون او اي مخلل بتعمليه بيكون اختياري. وطبعا لو ملح من اللي هو الخشن ده بيبقى افضل كمان، لانه بيحافظ على جودة الحاجة، ما بتدوبش معاك على طول او ما بتهلكش معاك على طول. انا هنا بقول لكم لتر من الميه، حطيت عليه كيس كده من الملح، وكنت طبعا سلقه الليمون كده من بالليل وبرد. طبعا زي ما بقول لكم ان انا ما غيرتش الميه عليه، انا خدته كده، خدت من ميه السليق وحطيته على طول كده في البرطمان اللي انا هخزن فيه. عايزه اقول لكم ان الليمون ده ليمون طبعا سريع في الاكل كده. انا سلقاه سليق كامل. هبدأ ان انا اصفيه كده من المية، واحطه طبعا في المية اللي بملح، وحطيت طبعا الشطة اللي انا جايباها. عايزة اقول لكم ان الشطة دي طبعا اختياري، عايزة تجيبيها باردة، عايزة تجيبيها حارة، عايزة تعمليه من غير شطة خالص هيبقى جميل جدا. انا بعمل الليمون بالطريقة دي على طول، وما شاء الله ممتاز جدا وما بيقعدش معايا طبعا كتير. عايزة اقول لكم ان احنا من عشاق الليمون. انا هنا طبعا كنت بصفيه من المية زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا هنا كنت هحتاج ميه، فهبدأ ان انا ازود من ميه السليق دي. يا ريت ما تزودوش ميه عاديه، لازم الميه تكون مغليه ومبرداها عشان طبعا ما يريمش معاكش. انا هنا بقى كنت فرغت الليمون بتاعي كله كده، او حطيته كله في البرطمان ده انا بخلي فيه على طول. وجبت كده معلقه من هريسه الشطه، وهبدأ ان انا ازود كده شويه من ميه السليق زي ما انا قلت لكم. وطبعا في الاخر هحط على وش البرطمان ده شوية زيت بس طبعا عشان يحافظ على الوش بتاعه كده وكده يبقى المخلل بتاعنا كده جاهز. تقدري بقى ان انت تفتحي عليه بعد يومين او 3 ايام وتاكلي منه على طول. ده المخلل السريع بتاعنا اللي احنا بنعمله على طول. وما شاء الله يعني النتيجة بتاعته بتبقى مضمونة وحلوة. جربيه بس بالطريقة بتاعتي دي، وان شاء الله هتعتمديها ومش هتبطلي تعمليه. وعايزة اقول لكم مبقاش ممرر ولا اي حاجة. خلصنا بقى كده تخليل الليمون، وده كان اول حاجة بادئين بيها اليوم بتاعنا. نيجي هنا بقى لتنظيف المطبخ بتاعنا. عايزة اقول لكم ان انا كنت بقالي فترة كده ما نضفتش كده الحيطان بتاعته او الجدران.
وطبعا شلت الشفاط وغسلته ونضفت الحيطان بتاعته، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ عايزة اقول لكم ان انا في اليوم ده كان عندي حماس كده وطاقة ما شاء الله، يعني حاجة كده من عند ربنا. عايزة اقول لكم ان احنا طول ما احنا بنستعين بالله كده في كل اوقاتنا، او طول ما احنا شغالين، والله ربنا بيديك الصحة كده وبتقدري ان انت تخلصي شغلك كده من غير تعب ومن غير مجهود، وما بتحسيش بتعب ولا ارهاق ولا اي حاجة. انا هنا طبعا كنت غسلت البوتاجاز بتاعنا زي ما انتوا شايفين، بما اننا كده نضفنا كده الحيطان كده من الزيوت اللي كانت عليها، وما كانش عليها زيوت كتير قوي، بس انا قلت ايه تنظيفها كده بالمرة عشان ايه يبقى المكان بتاعنا نضيف. نضفت كده الحيطان زي ما شفتوا معايا، ونضفت كده البوتاجاز، وغسلت كده الشفاط. بس طبعا مرضتش ان انا اطول عليكم الفيديو واجيب لكم كل الحاجات اللي احنا عملناها دي، قلت ان انا اوريكم الشكل النهائي. وهنا طبعا كنت جهزت الغدا. عايزه اقول لكم ان انا كنت عجنت عجينه البيتزا دي قبل ما ابدا في تنظيف المطبخ، عشان طبعا على ما اخلص المطبخ بتاعنا تكون العجينه بتاعتنا جاهزه، ونبدا ان احنا نعمل الغدا بتاعنا، وطبعا ما نطولش في المطبخ. هنا انا كنت جايبه كده نص كيلو من الدقيق. طبعا انا عامله معاكم البيتزا قبل كده او عجنها معاكم بطريقتين قبل كده. طبعا لو ما شفتش الفيديو بتاع البيتزا يا ريت تدخلي كده وتشوفيه. وهقول لكم برضو على العجينه دي برضو انا عاملاها ازاي. ده نص كيلو كده من الدقيق. حطيت عليه كده معلقه من الزعتر الناشف او الزعتر المجفف، وحطيت عليه كده ربع معلقه من الملح، ومعلقه كده من السكر، وحطيت كيس من الخميره. عايزه اقول لكم ان انا عجنت العجينه البيتزا دي المره دي بميه، ما حطيتش فيها لبن. انا كل مره بعجنها بلبن، المره دي انا حطيت عليها بس ميه، ما عجنتهاش بلبن. وطبعا ما ننساش معلقتين كده من الزيت، وعجنتها كده كويس، وطبعا حطيتها كده في مكان دافي، وسبتها لعند ما خمرت خالص. على ما خلصت طبعا المطبخ بتاعي بدأت ان انا اشكلها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا بالشوكة بعد ما فردتها كده هبدأ ان انا بالشوكة اديلها فتحات كده او اغرس فيها كده بالشوكة، عشان طبعا ما ترتفعش معايا في الفرن. طبعا دي الصلصة ديت انا عاملاها كده للبيتزا، طبعا فرمة كده طماطم، وحاطة عليها كده رشة كده بسيطة من الزعتر، ومعلقة كده من الزيت. وهبدأ ان انا احط برضو كده معلقة من السكر، وبرضو الملح بتاعنا كده برضو اختياري. حطيت برضو ربع معلقة توم باودر، وربع معلقة كده بصل برضو باودر، وسبتها كده لعندي ما اتسبكت معايا وبقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم ان دي اسهل واسرع بيتزا ممكن تعمليها، واسهل واسرع صلصة بيتزا ممكن تعمليها. عايزة اقول لكم ان الطعم بتاعها كان ما شاء الله، يعني اللهم بارك، كان تحفة. شفتوا ما شاء الله. انا اوقات بعملها بالكاتشب بس، واوقات بعملها بالصلصة زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم ان ما شاء الله الاتنين بيدوا نكهة اجمل من بعض. فانت طبعا لو ما عندكيش وقت ان انت تعملي طماطم وتسبكي وتعملي اللي احنا عملناه ده، ممكن تقدري ان انت كده معلقتين كاتشب وتدهني بيها كده وش البيتزا، عشان طبعا يبقى معاكي احمر وجميل، وبرضه بيفرق في الطعم جدا. هنا بقى كنت مجهزة كده الحشوة بتاعتي. كان عندي كده صدر من الفراخ قطعته كده تقطيع صغير زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا شوحته كده مع بصلاية صغيرة. وطبعا التتبيلة دي بترجع لك انتي، او الحشوة بمعنى اصح بترجع لك انتي. اي حاجة عايزة تحطيها على البيتزا ممكن تحطيها، وهتبقى جميلة وهيبقى طعمها زي العسل برضو معاك. وزعت كده الفراخ بتاعتنا زي ما شفتوا معايا، وكان عندي بقى كده ايه شوية فلفل على طماطم كده مقطعاهم كده مع بعض، وطبعا شوية كده من الزيتون المخلي. وبدأت ان انا احط برضو كده على وش البيتزا زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهضغط كده على الحشوة مع العجينة، عشان طبعا تبقى متماسكة كده مع العجينة. طبعا ما نجيش واحنا بنقطعها تفصل كده العجينة عن الحشو. طبعا حطيت برضو عليها كده الجبنة الموزاريلا بتاعتنا. وعايزة اقول لكم ان افضل نوع من الجبن ده، طبعا مش اعلان ولا حاجة، افضل نوع من الجبن هو جبن الحمد. عايزة اقول لكم ان هو ممتاز جدا. حطيت كده برضو رشة كده من الجبنة. عايزة اقول لكم ان انا عاملاها كده يعني ما اتكلفتش معايا يعني تكلفة كبيرة، بس عايزة اقول لكم ان هو كان غدا وعشاء وما شاء الله. تاني يوم فطرنا بالباقي.
عايزة اقول لكم ان الوجبة دي فعلا موفرة جدا، تقدري ان انت تغيري كده في اكلات لاولادك، وتقدري برضو ان انت تستخدميها برضو في اللانش بوكس كده لاولادك طبعا للمدارس. عايزة اقول لكم ان هي وجبة كاملة متكاملة، وحاجة كده تغيير، حاجة كده يعني ايه جميلة كده وتفتح النفس، وكمان كده تغيير عن الأكل المعتاد طبعا اللي احنا بنعمله كل يوم، وحاجة كده موفرة واقتصادية، وحاجة كده برضو تفتح النفس زي ما قلت لكم. نيجي هنا بعد ما اتغدينا كده الحمد لله وخلصنا اللي ورانا، هنبدأ ان احنا بقى ننظف المطبخ بتاعنا. عايزة اقول لكم ان انا اول حاجة كده بدأت بيها المنظم كده بتاع المعالق او صفاية المعالق. طبعا انا ما نضفتهاش بقالي فترة، فقلت ان انا انضفها معاكم التنظيفة دي، بما اننا بقى بننضف المطبخ هننضف بقى ان شاء الله كل حاجة. نضفت كده الصفاية زي ما شفتوا معايا، وهغسل طبعا المواعين بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كان عندي كده شوية من المواعين طبعا بعد الغدا، وطبعا الحاجة اللي احنا كنا عاملين فيها البيتزا على شوية اطباق كده، قلت ان انا انضف كده الحوض معاكم، بما اننا طبعا نضفنا كده المطبخ مع بعض التنظيفة العميقة دي. فقلت بقى ايه اغسل المواعين بتاعتي كده معاكم او الاطباق بتاعتي كده معاكم، وننضف المطبخ بتاعنا واديكوا كده طاقة ايجابية كده. يلا بقى لو لسه ما نضفتيش قومي بقى كده، يلا خدي مني كده الطاقة الايجابية. يا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم، يا رب اكون بفيدكم كده بالفيديوهات بتاعتي. ما تنسونيش كده باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي طبعا رأيكم الحلو كده في التعليقات. طبعا انا بستنى ارائكم الجميلة، ويا رب اكون كده بفيدكم ولو بمعلومة بسيطة، واكون دايما كده عند حسن ظنكم. بحبكم في الله اغلى اخوات. انا هنا بقى بدأت ان انا انضف كده الحوض بتاعي. عايزه اقولك ان احساس حلو قوي انك تكوني منضفه الحوض بتاعك قبل ما تنامي، انه ما يكونش فيه اي اطباق او اي مواعين خالص. طبعا هتقومي كده من النوم الصبح عندك كده طاقه ايجابيه، ان انتي طبعا هتجهزي فطار، هيبقى عندك طبعا الطاقة اللي تخليكي تعملي الحاجات دي. عايزة اقولك ان حاجة كويسة جدا ان انت تنضفي الحوض بتاعك قبل ما تنامي، وتبقي مشطبة كده ومفيش فيه اي اطباق او اي مواعين في الحوض. هتحسي كده بطاقة إيجابية أول ما تقومي من النوم الصبح كده، هتستقبلي كده يومك الجديد بكل نشاط وحيوية، وانتي منضفة مطبخك كده ونايمة وهو نضيف. هتقومي طبعا من النوم كده هيبقى عندك استعداد لليوم الجديد. عايزة اقولك ان انت كده بعد ما الولاد يناموا او بعد اخر اليوم كده بعد ما تخلصي كل اللي وراكي، حاولي ان انت كده قبل ما تنامي تكوني كده مروقة الشقة بتاعتك او منظفة الحتة بتاعتك. عايزة اقولك في مثل بيقول اكنس ورش ما تعرفش مين يخش. ده طبعا المثل ده كانوا امهاتنا ربنا يا رب يدوهم الصحة بيقولوا لنا كده على طول. فانتي اما تنضفي كده مطبخك وتنضفي شقتك قبل ما تنامي، هتقومي من النوم الصبح كده عندك استعداد كده لليوم الجديد، وطبعا هتخلصي اللي وراكي كده في اقل وقت ومجهود. انا هنا بقى كنت خلصت كده الاطباق والحلل بتاعتي زي ما شفتوا معايا، وبما اننا بقى بننضف المطبخ قلت ان انا انضف كل حاجة بقى. طبعا غسلت كده برطمانات التوابل، وغسلت وغسلت كده الحامل اللي بنعلق عليه كده السكاكين زي ما شفتوا معايا كده. واخر حاجة عملتها بقى كده ان انا طبعا غسلت الحوض بتاعي كده غسلة حلوة، وغسلت الحلة بتاعتي. على فكرة يا بنات انا بعمل الحلة بتاعة الحوض دي كأني طبق كده محطوط في الحوض، يعني انت بعد اي حاجة لازم تغسلي الحلة بتاعتك هتبقى بتلمع وهتبقى زي الفل. هنا كنت بوريكم ان انا غاسلة على فكرة انا غسلت البرطمانات بتاعة التوابل دي من غير ما افضيها، رشيت عليها كده قفلتها كويس، ورشيت عليها كده من السترس، وغسلتها كده بالليفة كانت ما شاء الله. اخر حاجة بقى هنا كده معايا كنت اشتريت شوية كده من المنظفات. هنا اول حاجة كده كان معايا كيلو من منعم الملابس او الدوني زي ما انتوا شايفينه معايا كده، وكان الكيلو فيه كان عامل 7 جنيه. وتاني حاجة كده كان معايا برضو كيلو كده من برسيل الجل. عايزة اقول لكم ان انا الحاجات دي ما بستغناش عنها خالص. وجبت كمان كيلو كده من الكلور،
كل المنظفات يا حبايب قلبي انا جايباها سايبه، لانها طبعا موفره ومجرباها قبل كده، كانت ما شاء الله يعني النتيجه بتاعتها كانت جميله جدا. جبت كمان كيلو كده من المعطر بتاع الارضيات. عايزه اقول لكم ان المعطر ده كان جميل جدا وريحته فواحه، هي ريحته بريحه التفاح. عايزه اقول لكم ان الريحه بتاعته جميله جدا. الكيلو فيه كان عامل 10 جنيه، والكيلو الكلور كان عامل 3 جنيه. جبت كمان 2 كيلو كده من الصابون السايل بتاع الأطباق. الكيلو فيه كان عامل 5 جنيه. عايزة اقول لكم ان السائل ده او صابون الأطباق ده تحفة جدا. وطبعا انا المنظفات السايبة دي انا مجرباها قبل كده من الاشخاص اللي انا بجيب منهم. عايزة اقول لكم ان ما شاء الله عندهم امانة يعني، والحاجة بتاعتهم نظيفة جدا. والحاجات دي طبعا انا ما بستغناش عنها. عايزة اقولك ان انا ممكن كل فترة بجيب الكمية اللي انا جايباها دي، بتقعد طبعا معايا فترة طويلة. وعايزة اقول لكم كمان ان الحاجات دي موفرة جدا عن ما تشتري الازايز او الجراكن طبعا بتاعت الشركات. عايزة اقول لكم ان الحاجات دي جودتها حلوة، وكمان في السعر كده على قد متناول الجميع. نيجي هنا بقى للطماطم. انا هنا كنت جايبة 2 كيلو طماطم، كانوا عاملين 25 جنيه. ما شاء الله يعني اللهم بارك، الطماطم كانت جميلة وحمرة وما شاء الله جميلة. وجبت كمان هنا كيلو من الجوافة. عايزة اقول لكم ان الجوافة دي كانت مسكرة جدا. الكيلو فيها كان عامل 15 جنيه. جبت 2 طماطم ب25. طبعا اول مرة اجيب الطماطم بالسعر ده. وجبت كيلو جوافة ب15 جنيه. جبت كمان كده نص فلفل على قرون من اللي هي قرون الشطة دي. انا جايبه قرون الشطه ديت عشان طبعا كنت هحطها في المخلل زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. وطبعا لو وصلنا لعندي هنا كده من الفيديو، ما تنسونيش طبعا باللايك الجميل طبعا بتاعكم، وقولوا لي رايكم الحلو كده في التعليقات. ولو لسه كده ما اشتركتش في القناه بتاعتي، اشتركي كده وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله ان شاء الله. وبشكر كل حبايب قلبي طبعا اللي مشرفيني ومنوريني، وبقول لهم كالعادة وجودكم كالعادة على راسي من فوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.